يا رب يحييهم جميعا. هذه قصة أرسلها لنا أخونا سليمان بن علي العريفي، وهي يرويها طبعا الدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى. يقول هذا الرجل، يقول كنت قديما قاعد عند باب البيت، ويوم نظرت ولا جار لنا الله يدفع على البال، يقول لقيته عنده قمامة وانت مكرامة الزبالة، يقول ولا ياخذ من القمامة، يقول أنا يقف على راسي. قلت يا ولد هذا وش قصته؟ لا ما أخذت، يقول أروح يمه. قلت يا ولد يصير هذا جار لنا محتاج ولا حالته حاله وحنا ما ندري عنه، لأن البيوت أسرار. يقول يوم جيت وأطق عليها الباب، بخير يا فلان؟ قال هلا حياك الله. قلت يا ابن الحلال أنا شفت لي شوفة والله العظيم إني انخرعت، ما عشان بنشدك. قال لي شفتني يوم تو عند الزبالة؟ قال الله الله. قال لي يا ابن الحلال أنا شفت لي طعام من مكبينه ناس الله يهدينا وياهم، وأنا لي قصة، وأنا أثرت على نفسي إني لا شفت أكل أو نعمة محلوته ولا مجدوعة وهي زينة، والله إني أكرمها وأحطها في مكان غير هذا. قال لي وش قصتك؟ قال أنا يا ولدي سنة من السنين كنت في مكة، وسد مر علي جوعني هول العقل ويشيب الراس، صدق أنا ومرتي وبنيتي ما عندي غيرها، وقعدنا 3 أيام والله أنا ما طببطوا لنا شيء، إن بغى الله يدفع البال على حافة الموت. قال إيه؟ قال والله إني أروح الصبح وأطلع وأدور أحد بس يشغلني ولا يستأجرني ولا يشوف لي حل، أبي شيء ناكله. ولما جيت للبيت ولا مرتي وبنيتي ينتظروني، ينظرون يديني ولا يديني فاضيات خاليات ما في شيء. قال والله يوم جاء اليوم الثالث ولا مالي قدرة، يقولوا تجي على بالي فكرة غصب علي لازم الموت، مالي إلا أبيع بنتي، وأنا أكلم المرأة وأحاول فيها والمرأة تقعد تصيح وتبكي، هذه ضنانة هذه بنتها. قلت يا بنت الناس حنا خلاص حنا مواتين، هالبنية أبرح أوديها سوق العبيد وأحرج عليها وتروح بحال سبيلها شكر الله ولا نموت حنا. وأحاول فيها لين رضخت للأمر الواقع والله تمشطها وتزينها. قال بنتك؟ قال لي والله بنيتي. والله طال عمرك واخذ بنتي وراح يمسك العبيد وأحرج عليها ويجيني رجال من البادية، يوم شافها وهي تعجبه ويسومني وانا وياه ويوصلها 12 ريال فضة وانا ابيعها، وانا اخذ 12 ريال وانا اروح طال عمرك مسوق عندنا سوق وانا اخذ منه طال عمرك الزبيب تمر بريالي. قال يلحقني هو يلحقني طال عمرك الزبيب هذا كبره. يقول يوم يلحقني وانا اركب وهو يمشي وراي، يقول له على تخالطت الناس مع بعضها، يقول هذا علبة لعله ضيعني وانا ضيعته. يقول التفت وراي ولا مدري وينه واحاول ادوره ولا انا ذابحني الجوع مرتي هل كان. قلت انا معي فلوس خلنا اشتري مرة ثانية وهذا ادوره على الساعة ادوره بعدين. يقول يوم رجعت السوق بدور الدراهم ادورها ولا ما ادري وين راحن، الله يدفع انا شريت بريالين وباقي 10 ولا ما ادري وين راحن. يقول والله العظيم ينزل علي هم لو تحطه على جبل بذمتي يا شيخ اللي يروح فيها، يقول تصب الدنيا على راسي. يقول انا اتزلب يمين وانا ناظر يسار، يقول انا اروح يمصحنا الطواف لما الكعبة، إذا ما قبضت على الكعبة ولا أشوف والله بنيتي وأشوف اللي من البادية يطوف على الصحن وبنتي معه مسكها. قلت والله خلاص ما فيها مالي إلا بس أتربص له لين يطلع، لا طلع برا مكة ومشى بهاي الشعاب أبد بحه وباخذ بنتي. يقول لعله هو يطوف وأنا أجي من وراء وهو يجي ويصلي خلف المقام وأنا أجي وأقعد من بعيد أتحراه يطلع. يقول يوم سلم وقضى لعله التفت ويشوفني، يوم شافني العين بالعين وهو يناديني قال تعال. يقول انا اجي يمه، قال سم، قال البنت هذه اللي بعتني اياها وش تقرب له؟ قال هذه جاريه عندي. قال لا والله كذبت هذه بنتك، تركت تبيع بنتك. قال ابن حلال اجاري، قال لا انا نشدتها، قالت ان هذا ابوي. قال والله يا ابن الحلال هذا اللي صار وهذا اللي صار وحالتي حاله. قال انا لله. قال والله انا جالسين بالمطاف هالحين بالكعب صحنا كعبه. يقول له يطلع له صرة من ثوبه، قال اسمع، قال الله ما املك الا هذه 30 ريال ابى اتقسمها انا وياك بصحن هالمطاف، هذه 15 لك و15 لي وخذ بنتك. اقول والله العظيم، يقول من الفرحه دور لي ما تلقاني، يقول انا اخذ بنتي وانا احب راسه واحب يده وانا اخذ بنيتي ومعي 15. يقول على طول عمرك من الفرحه بروح اوديه همها. يقول يوم وانا راجع بالطريق وانا القى لي شريت منه التمر، أنت وينك؟ قال لعل أنت وين أنت؟ قال أمشي وراك وأدور رحت. يقول واجتمعت علي فرحتين، يقول لقيت تمري وبنت رجعت لي ومعي 15 ريال هالحين. قلت الحقني هو يلحقني ولا معه الزبير التمر هذا كبره. يقول لما قبلت على مرتي
وهو يكب التمر، يوم كب التمر وهو تطيح على 10 تريل، أثر 10 تريل طيحت مع التمر الله يدفع به. يقول سبحانه من وسع لي وفرج لي هم، وفعلا مع العسر يسر، وكل ما ضاقت ييسرها الله. ومن ذيك الأيام ومن ذيك السنين يا ولدي وأنا معاهد ربي عهد إني كل ما شفت طعام ولا شيء نكل محطوط عند الزباين والله إني معاهد ربي إني لأكرم هالطعام. عشان كذا شفتني يا ولدي أروح الزبالة وأفتش فيها بعض الأكلات اللي والله إنها حرام تجدع، وهي بعضها تعطى فقير، تعطى مسكين، تعطى عامل، ولا تهان النعمة. اللهم نستغفرك وأتوب إليك، اللهم ارحمنا يا حي يا قيوم، اللهم لك الحمد على هالنعم اللي حنا فيها الآن. وتحياتي.